السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. طبعا باخر عليكم والله، وحاجات كتير قوي ما بنزلها لكوش، بس والله العظيم غصب عني. ان شاء الله هعوضكم باذن الله حاجات كتير. ان النهارده نعمل مع بعض المشبك السوري، واول حاجه كده هستخدمها وهو هعمل معاكم ايه الشربات بتاعه عباره عن 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه. طبعا الكاس اللي معايا دون بمعيار كوبايه ونص، فانا حطيت منه 3 كوبايات من السكر وعليهم كوبايه ونص من الميه. طبعا لما يبدا يغلي مش هنقلبه ولا نيجي جنبه خالص، لما يبدا يغلي نبقى نحط عليه نص ليمونه وباكو فانيليا. تمام. هنا بقى معايا بوله كده، هقول لكم بقى هنحتاج المقادير ايه. المقادير معايا هنا 3 معالق من السكر، ده انا حطيتهم في البوله 3 معالق من السكر خلاص. نص معلقه كده، نص معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه بس تكون مليانه يعني. وثلاث معالق من السكر. تمام. ومعايا هنا كيس لبن بودره، انتوا شايفين كده. لو عندك لبن بودره سايب تحط 3 معالق من لبن البودره السايب خلاص. لو ما عندكيش هتحطها تستكفي بالكيس اللبن البودره. يبقى 3 معالق لبن بودره، 3 معالق سكر، نص معلقه خميره كبيره خلاص. هنا بقى معايا دقيق السميد او دقيق البسبوسه، ده موجود عند اي علاف اي عطار. طبعا هنحتاج هنا في الوصفه بتاعتنا نص كيلو من الدقيق البسبوسه او دقيق السميد، زي ما انتم شايفين كده بمعيار 3 كوبايات خلاص. هو بالظبط نص كيلو، 3 كوبايات طلعوا معايا نص كيلو، لان الدقيقه دي بتبقى تقيله شويه. حطيت كده 3 كوبايات من الدقيق السميد زي ما انتم شايفين كده، واحط عليهم كوبايه، نفس الكوبايه اللي بعاير بيها كوبايه دقيق عادي. يبقى 3 كوبايات من الدقيق السميد وعليهم كوبايه واحده بس من الدقيق العادي خلاص. وهنقلبهم كده المقادير كلها مع بعض. مقادير تاني: 3 معالق سكر، 3 معالق لبن بودره، نص معلقه كبيره من الخميره، 3 كوبايات من الدقيق السميد، كوبايه واحده بس من الدقيق العادي، وعليهم كوبايتين ونص من الميه. بس كده، كوبايتين ونص من نفس الكوبايات اللي بعاير بيها كوبايتين ونص من الميه. وهنقلب كده بقى الخليط بتاعنا كله مع بعض، كله كويس جدا لحد ما يندمج مع بعضه. زي ما انتم شايفين كده تحس ان هو سائل شويه، بس ما تقلقيش خالص، هيبقى كويس جدا معاكي اول ما نيجي نبدا نشتغل فيه. بعد ما خلصنا كده الوصفه بتاعتنا وبدانا ان احنا نقلبها كده كويس، المقادير كلها في قلب بعض، هسيبها ترتاح خالص نص ساعه، نص ساعه بالظبط، وهنرجع لها تاني. هنروح بقى طبعا بقى نشوف بعد ما نقلبها كده كويس والمقادير كلها تندمج مع بعض، هنروح بقى نشوف الشربات بتاعنا وهنركنها كده على جنب نص ساعه ايه تخمر. هنا بقى بصوا الشربات بتاعي كان غالي كده زي ما انتم شايفين، احط عليه نص ليمونه والباكو فانيليا خلاص زي ما انتم شايفين كده. تمام. انا عارفه ان احنا كلنا خارجين زهقانين بقى من القطايف ومن الكنافه ومن الحاجات دي كلها، بس مش هنزهق من الحاجات المسكره، طبيعي كلنا بيجي علينا وقت عايزين ناكل حاجه مسكره. انا بعشق الصراحه المشبك ده جدا، فحبيت ان انا اجربه في البيت. فبصراحه لما عملته عجبني قوي، فقلت ان انا لازم انزل لكم الوصفه، لان بجد الطريقه بتاعته عجبتني جدا. هنا بصوا بقى، بصوا الخليط بعد ما قعد نص ساعه خمر، بصوا ما شاء الله كان جامد ازاي. بصوا هتلاقيه اختلف معاكم خالص، القوام بتاعه بيختلف زي ما انتم شايفين كده. هنجيب معانا اي كيس، تمام، بالشرط اللي هو كيس الحلواني ده. ممكن تجيبي كيس كده عادي، بس لازم النقشه بقى اللي هي الورده دي. ده كان كيس عادي يعني، كيس حراري كان موجود عندي، لان انا ما بعرفش اشتغل بالكيس بتاعه الاساسي، ما بعرفش اشتغل بيه، فكنت حاطه كيس عادي يعني، اي كيس تلاجة عندي، كيس حراري، اي حاجه موجوده عندك. بس اهم حاجه اللي هو الشكل النقشه اللي تحت دي اللي هي الورده دي لازم. خلاص. هنا بقى الطاسه معايا على النار فيها زيت غزير يا دوبك يسخن بس كده، وهبدا اعمل زي ما انتم شايفين كده، الفلفه كده. وانا مش عارفه الكاميرا كانت فصلت ورجعت، بس هوريها لكم تاني وانا بعملها. هنا ماشي، لازم بقى تفضلي ايدك كده زي ما انت شايفه، بصي كده، تفضلي تلفي كده، وتيجي في الاخر تقفليها زي ما انت شفتيني عملتها كده بالظبط. وتقعدي بقى كل شويه تقلبي لحد ما ياخد معانا اللون ايه اللي احنا بنشوفه بره، اللون الذهبي الغامق ده. بصوا كان خد معايا هنا اللون الذهبي اللي هو الغامق ده كده. هبدا بقى ان انا اطلع واحده واحده كده في قلب الشربات، ونسيبه في الشربات كده بتاع دقيقتين كده، 3 دقايق، تقعدي كل شويه تقلبي في قلب الشربات عشان يتشرب الشربات كويس زي ما انتم شايفين كده. بصوا منظره تحفه يا جماعه، شكله جميل جدا وطعمه خطير والله العظيم، طعمه حلو قوي. الطعم بتاعه غريب كده، تاكلي كده من بره تحسيه مقرمش كده، ومن جوه كده هاش كده وطري، حلو قوي بجد، هيعجبكم ومش هتشبعوا منه، تقدروا تاكلوا فيه لحد ما تخلصوه، بجد تحفه، حلو قوي، هيعجبكم. بصوا برضو حبيت ان اوريكم برضو كانت انا بعملها اهو. دوبك بتقعدي تلفي بس كده بالنقشه زي ما انت شايفه كده، وفي الاخر تقفليها عليها من فوق بس كده، وتقعدي بقى تقلبي تقلبي لحد ما تجيبي اللون اللي احنا قلنا عليه اللي هو الدهبي الغامق خلاص. وما بتاخدش معاكي خالص وقت على النار، وفي الشربات زي ما قلت لك من دقيقتين ل3 دقايق زي ما انت شايفه كده. بصوا ما شاء الله كان دون
المنظر بتاعها والقوام بتاعها كانت لسه سخنه بقى، لما تقعد طبعا مش هتكون شربت العسل بتاعها كله، وكون طعمها تحفه وتفضل مقرمشه وطريه من جوه حلوه قوي. بجد هتعجبكم قوي، ويا ريت تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. مع ام حنين، وكل سنه وانتم طيبين، ومعلش ان انا كنت اتاخر عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.